السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. معايا ابني إلياس من الجزائر، هنشوف مع بعض منطقة جميلة إن شاء الله في الجزائر، من أجمل الأماكن الموجودة في الجزائر، وهيوريها لي ابني إلياس وهنشوفها كلنا مع بعض إن شاء الله. البحيرة السوداء، هنشوف مع بعض البحيرة السوداء ونتعرف مع بعض عليها. أول حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأشجار الجميلة الضخمة الجميلة الفارعة العالية دي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله، يعني عدد ما شاء الله. الشجرة الضخمة الكبيرة دي ما شاء الله رائعة، يعني ما شاء الله. على فكرة كل الأشجار كده، يعني في أشجار أكثر منها. يعني دول بس أول شجيرات اللي بنلاقيها بأول الطريق. يعني مش هي دي بس اللي ضخمة كده ما شاء الله، بالضخامة دي ما شاء الله. أيوة، كل أشجار المحيطة بالبحيرة دي كلها ضخمة وكلها كثيفة. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الشجرة دي ما شاء الله روعة، يعني ما شاء الله سبحان الخالق، يعني ما شاء الله. كل بقى الأشجار اللي حواليها برضو ما شاء الله تحفة، يعني ما شاء الله. دي في منطقة صحراوية ولا إيه؟ لا، دي في منطقتي، يعني في المحافظة بتاعتي، في الولاية بتاعتي، الولاية رقم 6. اسمها إيه بقى اللي فيها البحيرة السوداء؟ اسم الولاية إيه؟ بجاية. بجاية. مم. ما شاء الله. بس حاسة كده يعني، يعني هي منطقة شوية صحراء يعني، يعني شوية الأرض شوية فيها صحراء. لا، منطقة جبلية وبس، يعني أيوة طريقها حق. جبلية. أيوة أيوة جبلية، أنا أقصد جبلية، يعني أقصد كده ما شاء الله. ما شاء الله. الناس بقى لما بتمشي بيدخلوا بين الأشجار ما شاء الله دي، بيدخلوا بينها في طريق، يعني ما في طريق من الطريق المعبد لحتى الطريق دي، لحتى البحيرة، في 13 كيلومتر. 13 كيلو متر بين الطريق وبين البحيرة. أيوة، إذا عندك سيارة فخمة، يعني عجلاتها عاليين، بتقدري تمشي بالسيارة لحد البحيرة. إذا السيارة سيارتك جيب، إذا اللي من هي النوع بتاعت السيارة جيب اللي هي بتاعت الأماكن المخصصة للأماكن دي. سيارة الجيب أو الكات رباعية الدفع. ما شاء الله. لا أنا وإذا بس سيارة شو؟ بسأل، بسأل لما الناس بيحبوا يدخلوا بقى يتفرجوا، يعني أنا لما أكون موجودة إن شاء الله وعايزة أدخل بقى أتفرج وكده على الأشجار ما شاء الله العدد الكبير ده. الواحد بقى بيدخل ما بين الأشجار وبعضها كده، يعني الناس بتدخل بين الأشجار وبعضها، الأشجار اللي أيوة. جوه كتير كتير، الناس بتدخل داخل ما بين الأشجار وبعضهم كده في الداخل بين الأشجار، ولا أيوة، ولا فيك بيتفرجوا من بعيد لبعيد كده فيك من الخارج؟ تدخلي فيك تدخلي بين الأشجار عادي يعني. عادي. يعني اللي عايز يدخل يتفرج داخل بين الأشجار وبعضها بيدخل، اللي عايز يشوفها من الخارج بيشوف في حاجة كده. كمان، يعني شفت الطريق ديت اللي عم بمشي فيها، الطريق ديت فيك يا انت عايزة تمشيها كل 13 كيلومتر تمشيها، او تختصري يعني تروحي بالطريقة الواطية اه وتختصري البحيرة، بيكون الطريق اوعر من الطريق المستقيم. اه، ما هو ما فيش أحسن من الطريق المستقيم أكيد يعني. اكيد. اللهم ارزقنا الصراط المستقيم يا رب العالمين. ان شاء كده الله احنا يا رب. ان شاء اللهم الله يا آمين. رب تيجي اللهم للجزائر آمين. في المنطقة ديت. إن شاء الله. احنا كده إن شاء الله داخلين بقى على البحيرة أهو. ايوه. ما شاء الله الأماكن برضو اللي هي الأشجار برضو اللي حواليها، بس دي طبعا أشجار مش عالية. الأشجار اللي حول البحيرة ديت ماهاش عالية، صح؟ لا، عالية كتير، بس التصوير بالفون مبينة كده. جايبها من يعني بعيد. يعني المنظر لما تشاهديه من خلال الكاميرا أو تشاهديه هو قدامك شيء مختلف. مم. يعني ما فيش أشجار يعني منخفضة خالص، كلها عالية عالية نفس الارتفاع، كلهم نفس الارتفاع، ولا حول لا، البحيرة؟ حول البحيرة يعني بتهيألي أقل شوية. لا، أكيد في شوي منخفضة، أيوة، أيوة اه كده. ايوه ايوه ايوه.
يعني كل ما نقرب للبحيرة هتلاقي الأشجار قدامنا زي ما احنا شايفينها اهو، دي منخفضة، مش بنفس ايوه. الارتفاع التاني. بس هي ما شاء الله يعني، ما شاء الله يعني كثيفة وكبيرة برضو ما شاء الله، وكده ما شاء الله. كده بقى احنا البحيره داخلين. البحيره دي والمنطقه دي تعتبر رئه ولايه بجايه، يعني هي رئه التنفس. زي ما بنقولوا غابه الامازون هي رئه العالم، ديت بتبقى رئه الولايه ديت او المحافظه. الأشجار بقى وكده والخضرة يعني وكده ما شاء الله. وعلى فكرة المنطقة دي هي الوحيدة يلي بقت سلمة من الحرائق، لأنه إحنا كل عام كل الغابات بتحترق اه، بسبب زجاج، ممكن إيش إحنا ما نعرفش يعني سبب الحرائق دي، يعني شدة شغلة طبيعية الحرارة، ممكن ودرجة. شدة الحرارة. أيوة، بس بسم الله ما شاء الله المنطقة دي ولا مرة اتحرقت. يتحرقوا المناطق يلي بالحدود معاها، بس المنطقة دي بالذات ولا مرة احترقت. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لأن دي ممكن كثافة الخضرة فيها ما شاء الله ما شاء الله قوية. فما شاء أيوة. الله يعني بفضل الله فيها مقاومة. ممكن اللي بتحترق دي شوية يعني مش خضرة كده، ممكن أشجار بس مش فيها نسبة الخضرة دي، صح. مش فيها نسبة كثافة الخضرة دي. أيوة ولا صح إيه؟ معك. اه دي يعني أكيد. أنا أعتقد إن هي كل ما تكون خضرة يعني بتقاوم، إنما الناشفة الجافة هي اللي ممكن تحترق بقى، يعني ده على حسب علمي من صح. شدة الحرارة. ربنا يسلم يا رب، اللهم آمين. كده ما شاء الله البحيرة بقى قربت خالص أهي ما شاء الله، والأشجار اللي حواليها. طب مساحتها يعني هي كبيرة بقى البحيرة دي ولا إيه؟ يعني الناس بتتفرج عليها بقى من بعيد لبعيد وكده؟ لا، فيك تقربي لعندها. يعني انا لما صورت الفيديو ده يلي احنا بنشاهد عليه دلوقتي، انا صورته بشهر 11، يعني بداية شهر 11. لسه ما تعبتش بالمي. يعني امم. احنا بشهر واحد وشهر اثنين وشهر ثلاثة من السنة تبقى كبيرة كتير وميتها صافية، بس بشهر زين. 11 تبقى ميتها قليلة بسبب احنا ما عندناش امطار السنة دي، وتبقى ميتها مش صافية يعني بسبب التلوث، يعني ملوثة شوي. يعني متبهدلة دي، يعني في الوقت ده بتكون لسه ما ظبطتش منظرها، لسه ما زادتش ميتها وراقت ميتها وحلاوتها ظهرت في المنظر يعني. مش هو ده أي- اوانها يعني. يعني اللي بيزورها ما يروحش يزورها غير في الاوان اللي هي بتكون فيه متظبطه، يعني ميه وروقان وزياده وجمال كل وصفاء واحد وصفاء. يعني انت وزي ما تريدي. يعني هي لها اقبال كل ويك اند، يعني كل يوم جمعه وسبت لها اقبال كتير كبير. في عائلات بتروح بتعمل شوى، يعني بيطبخوا هناك تحت الطبيعه، بيطبخوا بالقمر، يطبخوا بالنار بالحطب. وفي كمان ايوه ايوه. رحلات. ايوه، في رحلات سياحيه، في عندنا كتير وكالات سياحيه من كل الولايات بيعملوا جروب يعني مجموعات ويجوا لهنيك. يعني انا اخر مره لما رحت مع عائلتي، يعني مع اخويا ومراته والحاجات دي، لقينا كتير ناس. احنا ظنينا انه بسبب كورونا مش هنلاقي الناس، بس رغم مم. برضه لو في كورونا كل الناس كانت تستعمل الكمامات ويستعملوا الجل المنظف. بس رغم كده يعني عم تشوفي في ناس كتير، بس انا ما قدرتش اصور انه الناس العائلات كتير، مش هقدر اصور الناس طبعا. حركت يعني. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. لان المكان واسع ما شاء الله، لان المكان واسع يعني، ولا كورونا بقى ولا بتاع. في المكان واسع وممكن كل عيله يعني تقعد بعيد، يعني قدامك المكان ما شاء الله، فممكن يقعدوا يعني براحتهم. المكان واسع ما شاء الله يعني، مش هيبقى فيه تزاحم ولا مكان ما شاء الله يعني متسع. ما شاء الله التصوير، الأشجار كده وهي جايب منظر الشجر من فوق ما شاء الله تحفة ما شاء الله. يعني الناس بتروح الرحلات وكده، الرحلات المدرسية بقى بيروحوا فيها برضو، ايوه، كمان رحلات مدرسيه. المدرسية والجامعات وكده. والعائلات يعني في شم النسيم مثلا بيخرجوا ولا ما عندكوش بتحتفلوا بشم النسيم انتوا؟ لا، شم النسيم انا اصلا ما عرفتش شو هو. يعني هو بيحتفل بشهر نيسان صح؟ احنا عندنا بقى شهر 4 اللي هو شهر أبريل. ابريل زينا افريل. أيوة ما ايوه. هو بس في ما الربيع. بعرفش. بنحتفل احنا بنحتفل بشهر ثلاثة بمارس.
نحتفل بالربيع، بدخول الربيع. يعني احنا بيننا وبينكم شهر من الاحتفال. احنا عندنا الاحتفال بشم النسيم دوت، يعني دي عادة فرعونية من أيام الفراعنة بقى وأجدادنا وحضارتنا وكده. فعندنا الاحتفال بشم النسيم ده من أيام الفراعنة، عادات أجدادنا يعني. يعني دي ايوه، عادة مصرية. احنا كمان بس يعني احنا كمان بنحتفل بشهر ابريل، بشهر مارس، بدخول فصل الربيع. يعني بس يدخل فصل الربيع بتبقى بنعمل فيه الكسكسي. يعني دوما الكسكسي اللي انت عشقاه وبتحبيه هو دوما أكلة اه، أساسية في المناسبات. اللي أنا نفسي أكله. احنا كمان يعني العادات دي ورثناها من جداتنا وامهاتنا. يعني لا، احنا كبرنا على عاداتهم وعلى احتفالاتهم، بقينا احنا كمان كده وبنحتفل بطريقه تقليديه مش بطريقه عصريه. سبحان الله، عادات وتقاليد أجدادنا يعني وأمهاتنا وأجدادنا. صح. طيب، وفي أكل معين بياكلوه هناك يعني، ولا بتقول الكسكسي هي أكلة للكل بياكلوها؟ يعني كل اللي بيروح في احتفالات الربيع الكل بيعمل كسكسي زي بعضه؟ كل اللي لا بالعائلات بتعمل؟ لا، احتفالات الربيع بالبيت ناكل كسكسي، اما لما تروحي على البحيره الناس بتاخذ بيض، سجق، شيوا، يعني الشويات دي. شواء. ايوه شيوا. المشويات. في اه، ناس بتطبخ عادي، في ناس بتجيب طحين وتعمل عيش بالطحين، في ناس بتعمل طنجرة وخضروات. يعني وكل واحد وخاطره. يعني إذا أنت إلك خاطر لأنك كل واحد تطبخي نفسه في وتعملي ايه؟ الحاجات دي. كل واحد نفسه في ايه؟ مشكلة تاخذي معك مي كتير، لأنه ما فيش مي صالحة للشرب بالمنطقة دي. اكيد اكيد طبعا الميه اكيد، لان مفيش ميه يعني صالحه للشرب في المكان ده، فبتاخد معاك. صح. احنا بقى في احتفالات الربيع دي بقى لنا الاكل المميز بتاع المصريين، الفسيخ بقى. لو بتسمع عنه زمانكم اكيد عرفتوه دلوقتي من خلال اليوتيوب. الفسيخ اللي هو يعني اسماك إيه. مملحه، نوع من الاسماك بتكون متملحه يعني مملحه. هي دي اللي بتتاكل في اعياد الربيع عندنا وشم النسيم وكده بقى. فسيخ، رنجه، بتاكل. خس، خيار. طبعا البيض ده اعياد الربيع وكده يعني. فهي الاكله المخصصه بتاعت اعياد الربيع وشم النسيم عندنا هو الفسيخ. أيوة فكده. أيوة. كان كان إلي أصحاب مصريين من زمان، قبل ما أخش على اليوتيوب والحاجات دي. كانوا بيقولوا أكلة فسيخ في شم النسيم، بس أنا كنت مع أكلة فسيخ شو هي. بعد ما تعرفنا على اليوتيوب بقينا بنتعرف على أكلاتكم والحاجات دي. عرفت ايه هو الفسيخ ده؟ هو أيوة. موجود في مصر بس. ده اختراع مصر برضو من خلال اجدادنا برضو وحضارتنا زمان يعني. البحيره دي بقى فكرتني بايه بقى، برضو عندنا بحيره في منتهى الروعه ما شاء الله، تحفه. تشبه دي برضو بس مش فيها الاشجار دي. يعني احنا البحيره عندنا ما شاء الله رائعه جدا. اسمها بحيره قارون، في الفيوم عندنا. اسمها بحيره قارون، في منتهى الروعة برضو ما شاء الله. أنا برضو رحت زرتها، كنت في رحلة تبع الجامعة ورحت الفيوم وشفت بحيرة قارون. هي تحفة ورائعة جدا ما شاء الله، برضو تشبه دي بس ما فيش حولها طبعا الأشجار دي. الفرق بقى بيننا وبينكم الأشجار ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأشجار الفخمة والرائعة دي. فإن شاء الله رب العالمين نبقى نجيب إن شاء الله بحيرة قارون، وأبقى إن شاء الله أفرجيك عليها. إن شاء إن الله شاء يا الله. رب. بس كده خلاص كده احنا شفنا البحيرة وشفنا الأشجار وعلقنا عليها وعرفنا عادات الجزائر. وطبعا البحيرة موجودة في بجاية، ولاية بجاية، ولاية إلياس. نعم. ونعم. قلت لك طيب. نعم، يعني بديتي بفتخر فيها. بشوف حالي. اه، فاحنا كده شفنا اهوت وقلنا عاداتنا، عادات المصريين في احتفالات الربيع وشم النسيم، وعادات الجزائريين. وتشرفنا بكم كتير كتير كتير، نورتونا وشرفتونا. ومن فضلكم اشتركوا في القناة، من فضلكم يبقوا نورتونا. ميرسي جدا لكم وشكرا لكم. وشكرا ابني إلياس من الجزائر، طبعا صاحب قناة إلياس الجزائري. طبعا مشرفني ومنورني طبعا. وانتوا كمان شرفتوني ونورتوني هنا في مصر، في بيت المتواضع في مصرنا الجميلة. وشكرا لكم. إن شاء الله نشوفكم في فيديو تاني بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.